عزيزي المواطن، يا ريت ننتبه بقدر كبير في الفترة الحالية لما تنشره وسائل التواصل الاجتماعي، لأن امبارح الأحد 19 أبريل 2026 هنجد إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر نفي قاطع لما تم تداوله على المنصات المختلفة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، بحيث إن قيل في هذا البيان المغلوط إن مجلس الوزراء قرر إنه هيقطع الكهرباء عن المنازل من 3 إلى 4 ساعات يومياً، علاوة على إن المحال هتغلق في 10 مساءً. مركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ذلك تماماً نفياً قاطعاً. مفيش حاجة اتناقشت بهذا الموضوع، لم يصدر قرار رسمي بأي من هذه الأمور. لا زالت المحال مستمرة للإغلاق في 11 مساءً. ده معناه إن إحنا لازم نتأكد من المعلومة، لأن في وسائل التواصل الاجتماعي بتتنشر في لحظة، وإذا كانت بتتنشر في لحظة ده هيدعوني إلى إن أنا أتساءل مع حضراتكم. يوم 28 مارس الماضي، الشهر اللي فات، بدأت الحكومة في ترشيد استهلاك الطاقة بأنها قررت غلق المحال التجارية والمراكز التجارية والمطاعم والأنشطة في 9 مساءً، وتجربة لمدة شهر. الحقيقة وسائل التواصل الاجتماعي هاجت وماجت واعترضت وقالت إن ده هيزيد من معدلات الجريمة، إن ده هيضلم الدنيا، إن ده هيأثر على الاقتصاد المصري، إن ده هيأثر على مستوى دخل الأسرة المصرية اللي ملايين من الأسر المصرية تضطر أولياء أمورها وعائليها إلى إنهم يعملوا وظيفتين لتحقيق الاكتفاء داخل الأسرة المصرية. الحقيقة اتكلموا كتير جدا. الحياة صعبة في الوقت الحالي وصعبة على الجميع، ولكن مع كل هذا النقد هنجد إن إحنا استمرنا على هذا الوضع من 28 مارس ل 10 أبريل. في 10 أبريل بدأت الحكومة بمرونة تامة مد العمل بكافة الأماكن حتى 11 مساء، يعني مدت العمل ساعتين في المحال التجارية، في المطاعم، في المراكز التجارية، ومؤكد إن كل ده تم بناء على قياسات الرأي العام المحلي. طيب، أما كان في مرونة وفي قياسات لرأي عام محلي واستجابة لرغبات المواطن المصري، ليه مجيناش قلنا هذا القرار كان في محله 11 مساء توقيت مناسب؟ ليه نقدنا أما كان 9؟ وليه أما ابتدينا لحد الساعة 11 وكأن الحكومة وكأنه لم يصدر أي قرار جديد أو يتم تفعيله؟ يا ريت زي ما كان في مرونة ودراسة لقياس الرأي العام المحلي واستجابة لطلبات المواطن المصري وتقييم القرار خلال أسبوعين، فيا ريت زي ما كان في نقد أيضا نحاول أن نبدي استجابة مع القرارات الإيجابية. ولا داعي أما يكون في قرار إيجابي نحاول إن احنا نضحضه بمثل ما صدر من الأمس بأنه سيتم قطع التيار الكهربائي من 3 إلى 4 ساعات. أتمنى أنكم توافقون الرأي. الحقيقة الرأي العام الداخلي والرأي العام الدولي مشتعل بالأحداث الجسام اللي بتحصل على مستوى العالم كله واللي بتؤثر على اقتصاد العالم كله مش اقتصاد مصر بس، فلازم نبقى منتبهين لذلك جيداً.